واحنا بنبدا ازاي وصاحب البيت مش موجود؟ معرفش. انتوا عاملين ايه يا جدعان الاول بس عشان انتوا اسلام يعني بقى له فتره كان عايز يطلع يقول يتكلم عن حاجات مهمه بصراحه بس هو جعان. اول امبارح وقبل اول امبارح. لا يا عم استنى يا عم اول امبارح. ليه يا عم في ايه؟ مش كنت معاكم كنا في كير في استفاد دي؟ ايوه بس انت الحلقه اللي فاتت ما حصلتش، انت ما كنتش موجود معانا، انت مش فاهم حاجه. طب سؤال بس عايزين نعرف ايه اللي حصل. انت قول لي انت بتعمل ايه في الشقه بتاعتك عشان احنا عايزين نعرف انت ما تفكرنيش. ايه اللي حصل. ما تفكرنيش والله. ليه بس ايه اللي حصل؟ هو انت ازاي بتعمل شقه ليه؟ مش عارف والله. يعني انت جاي عشان واحده ولا اعرفها ولا هي قريبتي هتيجي تقعد فيها. ثانيه واحده بس، انت جاي هنا عشان تقدمني؟ بيتكلم عن الجواز يا اسطى. استنى سؤال، مش انت اللي خطبت؟ يا عم انا الواحده اللي خطبت وديني خطبت تخطب. الناس بتخطب وبتكمل. هو ليه اشمعنى اللي بيتجوز؟ استنى بس لا استنى هنكمل الكلام بس ندخل الفشار عشان انا بحب الفشار الصراحه. حط لنا بقى هنا استنى كده. عارف الكلاب؟ الكلاب اللي بتحط لهم الاكل. خد هنا كده. المخرج ده يا جدع اقسم بالله لو ما اتحط دلوقتي اقسم هو بالله كده ده كل هذا والله المخرج ما هيلمس الا لما تحط هو كده طب على طب الطبق ثواني هياخد. ثواني طيب هحط لك في طبقه انا جايب ده عشان احط لك. استنى هو بيغرف يا جدع. يا عم يا برد يا عم، ده انت بارد قوي. انت بتعمل ايه؟ بس معلش انت بتعمل ايه؟ انت بترمي علف. هو انت بترمي الكتاكيت؟ استنى انت بترمي لي ليه وانا كلب؟ ما لسه ماشي ما ما يلا. في الحله. كله بالتساوي كل بتسوي انت بتوزع لحمه. والله العظيم عندك حق. معلش العيد بقى ليله العيد وبتاع. ليه العيد يا حاجه؟ يلا بقى. بقول لك ايه، بص اللي طلعت الفسيه. وقع. هناكل كلنا هناكل كلنا. انت بتوزع زيت وسكر يوم. ده عشان غلى الاسعار برضه. انجز. هناخد الفشار ونتكلم اللي انت عايزه. حط لي هنا صودا وكمل الطبق. الفشار دول خدوا كام معلقه؟ احنا والمخرج بقى. احنا والمخرج. انا والمخرج. ده انا لو ما جاليش شويه تانية انا هقوم اخد من هنا واسيب الحلقه. خلي بالك بص انت يا جماعة، بيبدا يقول عندكم فشار؟ الفاظ وحاجات. عشان انا بحب الفشار. هنا ليه؟ انت بتحب الفشار؟ يا اسطى انا في حاجتين عايش بيهم، الفشار والبطاطس المحمره. كل ده بتاعك لا احنا انت لسه حكينا البطاطس. يا باشا الحلقه يا باشا. عشان مش بحقك بقى بتاع. يا جماعه ده حب الناس بقى احنا بينا. يعني هو ساب طبق وخد طبق المخرج عشان هو عارف ان المخرج بيعمل ريجيم. طيب كمل لنا بقى، بتعمل ايه في الشقه؟ كمل بقى كده. بعمل فشار بتعمل فشار في الشقه؟ قصدك الشقه. لا بص ايه؟ انت مش عندك طبق؟ انت مش عندك طبق؟ الراجل ده طبقه عايز ايه؟ واحد على واحد. دي اسمة العد ما كان. واخد على واحد. مش هصور. واخد ده انا اختاري. انا واخد على واحد. هنا لا خلص دول وانا اجيبك. طب يا رب اللي ياخد الليله بنموت. انت بدات ليه قبل انا ما انزل؟ عيب بقى. نعم. انت بدات ليه قبل انا ما انزل؟ احنا كنا جعانين فقلنا قاعدين فاضيين قلنا لا هو بدات حاجه مش بدات اكل. ما انا بتكلم كده. طب انتوا يعني اتكلمتوا في ايه في البدايه كده؟ اسلام كان بيتكلم هو بيعمل الشقه بتاعته ايه؟ هو جعلان انه خاطب. لا أيوة، انت ليه؟ هتزق ليه يا اسطى الموضوع ده؟ ليه الموضوع ده؟ انت هتدفع 30000. عايز هتدفع 30000. الجواز نص يا عم مفيش بقى 30 بقى خلاص. امال كام؟ هو دلوقتي خلاص. مش وقت المصاريف اللي هجيبها ب 30. انت سؤال واحد. انت مش عايز تتجوز؟ ايه؟ لا عايز اتجوز اكيد. طيب امال انت عايز ايه بقى؟ يعني ايه المشكله لما تجيب واحده غريبه زي ما هندري قال؟ بلاش. يا جدعان بجد والله بجد معايا بعيد عن الموضوع ده. عايز اقول لك انت مالك بالموضوع ده انت. لا من ده حاجه. فده اي حاجه. طب بجد والله. الله نسقف بقى عشان ايه؟ عشان امشي. لا وبحبك وحشتيني. بالظبط كده. طب بجد المخرج هو بياكل. ايه رايك في الفشار؟ لا بصراحه ما اعرفش مين اللي عامله انت ولا حد عندك؟ قول لي ايه رايك بس في الفشار؟ حلو الزباله. انت ايه رايك في الفشار؟ لا حلو. انت ايه رايك في الفشار؟ لا حلو. عارف القلب وحش احسن من الحركه اللي على الصوت. مين اللي عمله؟ انا انت؟ لو انت حلو خلاص اقسم بالله انت ست بيت. ماليش دعوه. نفسي اتجوز واحده زيك. قول حاجه قول حاجه نفسي اسلام يتجوز واحده زيك. عشان ما اجيبش الغلط فاهم منه. ولا جاي. هو عشان كده هو بيعمل الشقه، هو كده اختار صح. المهم بقى طيب انتوا اتكلمتوا خلاص في ايه؟ في الجواز وبتاع وخلاص. لا لحظه. عشان نخلص يا عم، ده موضوع تافه ايه يعني. ده بس؟ سافرت؟
ايوه انت مش عارف دي قصه ثانيه. انت معدي ال 50 ولغايه دلوقتي ما تعرفش يعني ايه ارتباط، خلينا ساكتين بقى. لا اما الفيديوهات اللي قاعد ينزلها لنا دي كل شويه المهم والحب والغرام. ما جيش عشان كده عشان انت اخرك تعرف عبد هنري. ماشي هو عمود كام واحد؟ المهم هتقول ايه رقم؟ هنري بقى عربي. احكي لنا شويه عن العربيه بالعربي. يعني بقى عربي فاهم اللي هو الحمد لله كانت خفيفه، جت بسرعه ومشيت بسرعه. اول ما قلت ابيع بعت. طبعا عشان انت اللي كنت طب يا جدعان حرصت الكتاب بتاعي. لا ولكن اتكلمنا عن المخالفه اللي انت خدتها. مخالفات. عندي صح بقى، دي بقى نصيحه بجد والله، يعني كلم الناس عن مدينه نصر. كان انت اللي واخد المخالفات. ماشي، ما انت برضه بتسوق، اسلام بيسوق يا جدعان. مدينه نصر بقت بنت جزمه. ابوس ما بيسوقش ولا ايه؟ لا ثواني بس، مدينه نصر مالها؟ بقت بنت جزمه. كلها كباري. انت يا عم كباري مين؟ يا اسطى انا عندي بتاع 6 مخالفات في مدينه نصر وانا رحتها مرتين تاني. ايوه ما حضرتك حضرتك رايح ازاي؟ ولا فين؟ وكتاب الله زي ما ده. انا عليا 3600 جنيه مخالفات. كل ده كده حزمه لسه. ما انا كلهم انا جاهزات. جايب اساسا بتاعي محطها في الحزام عشان العربيه ما تقعدش تزن وتزمر كل شويه. مش عارف. اصل الفلاش شغال عادي. مش مهم. انت بقى بتقول خدت كام واحده بسبب الحزام؟ ترجع. عندي لا عندي 6 مخالفات. ال 3600 بتوعي حط عليهم 3 تاني ما هيعزموا. انت 3 اصل انا 1495 بالظبط، 1500 جنيه مخالفات في ال6 مخالفات دول. كلهم حزمه. كلهم حزمه، انا مخالفاتي كلها حزمه. ولا سرعه ولا بتاع، كلها حزمه. مفيش بناطيل كله حزمه. في حمالات. بقول لك ايه، هنكمل كان مالناش دعوه بسواق لا عشان ما تقلقش تاني. والله بص عشان ما تقلقش. يا عم ده انا خدتهم منك يلا. المهم والله ما دول يا جدعان انتوا عارفوا. والله. انا غلط هيخش في الجواب. ايه يا جدعان في طيب. لا خلاص طب انا قلت ايه ده والله يا رب يا رب يخش ابوك وانت يموت. ربنا يديك طول العمر يا عم طب اسامه. يا جدعان نتكلم ايه هي لا بتصدق. لا مش ده. تعال ولا ايه؟ طب نتكلم بجد الموضوع يلا استنى نرجع تاني. انا لسه صار انت مالك في طلع ضرب جديد ايه؟ تحت كوبري امبابه. اه ده كل اللي خارج من امبابه رايح العتبه بتاع ده اسمها إيه؟ حلوان، المعادي، كل اللي خارج من امبابه عموما بيلبسوا. فاحنا نكلم الناس اللي امبابه انها تخلي بالها عشان ده خازوق في الطريق. ايوه في كل حته رادار. ومدينه نصر بنت جزمه تاني، فبرضه الناس تخلي بالها. هو في كل حته عايز رادار. هو ملدوع شويه. انا مره كنت رايح اجيب كيس شيبسي من بره لقيت رادار صورني. لا والله. هو كان عارف مجرد رجعت- حد ثبتك. رجعت مجرد حد ثبتك. رجعت لقيت عليها مخالفه كيس توينكلز. فاهم ليه؟ كويس ان هو ما خدكش وجاب لك الست بنفسه. طب لا نتكلم بقى عن الكوره. نتكلم عن الكوره مش كلام على الكوره. دلوقتي. بس الزمالك ولا الكلام؟ دلوقتي لا دي احنا دلوقتي أول حاجة- هنحفل على الزمالك. لا اول معلش خبر يا اسطى يا بقى. جدعان، انا عايز اقول حاجه بس خاطر معلش يا اسطى يا جدعان يعني ايه؟ معلش يا اسطى يا يا جدعان. جدعان قول مدينه نصر بنت جزمه تاني. انا مش جاي بالي قلت اشتم يعني. الراجل يا ابني بس شايل فيها حاجات مش بنت جزمه اصلا. طيب رادارات مدينه نصر بنت جزمه. في الكوره بجد في الكوره. هي اول خبر ان عوده كهرباء رسمي. ايه شهر هيلعبوا ماتشين هيلعبوا 6 بعد شهور. كده يرجع 6 تاني. شهور بعد 6 شهور هيبدا بس هو هيرجع يلعب؟ هيرجع يلعب من بكره ودخل القايمه والفكره طب ازاي هو ما دفعش؟ متاح. ما انا لسه هقول لك الخبر جاي ازاي ان هو لمده 6 شهور هيقدر يلعب فلازم يدفع جزء من اللي عليه يبدا اللي هو حسن نيه. ماشي يبقى احنا الخبر اللي كهربا يعني. بالظبط اللي بعده رسمي. اللي بعده ان الزمالك النهارده كان بيلعب اول 10 دقائق كسبان واحد ومطرود من فرقه المنافسه لاعب وطالع منهم افضل لعيب عندهم اللي هو عبد الله السعيد ومن الاخر الزمالك كسب. هو عبد الله السعيد اللي اتطرد؟ انت مش قلت علي جبر اللي اتطرد؟ على جبر لما طلع عبد الله السعيد انا شايف هو مش هيجري كتير فبيلعب 10 ناقص. فهمتك. بقول لك انت لو اي حد معدي في الشارع. لا بجد والله في حاجه. لا بس عبد الله السعيد وجوده فارق برضه. لا في حاجه صعبه. ماشي بس مش قادر يمشي يعني. بص بجد الحته دي زيزو فعلا احسن لعيب في مصر والنهارده في الماتش كان بيلعب الماتش جامد جدا لعب ماتش كويس فعلا برغم ان هو ما كانش في مركزه اغلب الوقت بس لعب ماتش حلو بس بيجي فعلا في ضربات جزاء كده غريبه بيستهتر ما اعرفش ليه. زيزو اتغير. زيزو عايز ممكن يمشي. بس لا انا مش عايز يمشي. زيزو اتغير. بص ساعات كده اللاعب بيبقى عامل كل حاجه شبع من الاخر شبع. فالعيال شبع. وعامل حاجه لسه. لا ده سيبك من ده 3 لعيبه من دوري
3 لعيبه 3 لعيبه اول ما راحوا اسلام بياكل انفجار يعني. بقه وبطنه ورجله. حد يعمل لا مجال. بجد والله. بس عايز خلاص يا بنتو 3 لعيبه لسه رايحين الزمالك، يا دوب واحد لسه طالع من قضيه طلع بيشرب بس وبتاع، مين ده؟ رايحين اول امبارح ولا من 3 مش قلنا ايام فتحوا عبد الله جمعه، مش عايزين نقول اسامي. بالظبط كده. نعم. فمهم الثلاثه كانت معانا صح مصطفى شعبي ومحمد صبحي لا كنا بنشيل بوتو ده. طب اه. احنا رايحين يحلقوا. انت واحد بتشيل شعر البوتو احنا مين؟ لا وايه تخيل بقى بيعملوا ليزر امتى بقى وبيعملوا الكلام ده واللي هو عدم وعي امتى قبل ما يوصل نهائي كاس. الحاجات دي غلط على فكره، الحاجات دي غلط انها تتقال، يعني المفروض الناس دي قدوه. بالظبط يا عم اعمل كده زيك انت كده. اعمل كده بس ليه انت تنشر؟ قدوه؟ ما انا بقول لك اهو ليه تنشر؟ نعم. ليه؟ ايه؟ ليه ينشر الكلام ده؟ عشان ننشف. اعمل ماشي يعني اعمل الكلام ده خلاص. قال لك دي نظافه شخصيه. نظافه شخصيه قبل قبل بقى. دخلنا ببطء. سيبنا بقى خلاص خلصنا الكلام ده. المهم يعني الزمالك خسر النهارده تمام. وعبد الله السعيد طلع وعلي جبر اتطرد فكده علي جبر مش هيلعب. والاهلي هيخسر بكره. اذا الاهلي كسب سموحه يعني الاهلي لو كسب سموحه هيلاعب بيراميدز. حسام حسن هيسافلتنا. تخيل بقى. وحسام حسن. لا ده طارق العاشري. طارق العاشري خلاص. قصدي اللاعب. حسام حسن هيسافلتك. المهاجم يعني؟ هيسافلتك عشان حسام حسن ده ما خدش فرصته، هيسافلتك. وزياد طارق هينزل اجيب له. انا بقول لك من دلوقتي. لا انا بالنسبه لي حسام حسن احلى من الواد شادي حسين. وزياد طارق احسن من حسين الشحات. اي حد احسن من شادي حسين. ده بجد اسلام اسامه احسن من شادي حسين. قبل في فلا يعني الاهلي خلاص قرب. الاهلي خلاص برضه قرب يخلص صفقه المهاجم اللي بقى سنه. بقى سنه. بقول لك كفايه صفقات بقى. حاجه غريبه يعني. كفايه صفقات. كفايه؟ صفقات. نرجع تاني لايه؟ مدينه نصر. هو بنت الجزمه. هنا ليه؟ بقول لك ايه؟ احكي لنا كنت بتعمل ايه بالليل؟ ليله العيد انت بالعربيه. كنت بطلع على الممشى اقل المسافرين. مالك؟ اقل المسافرين. لا في ناس هتشتم. ايه ده؟ دمدم. يرجع في الاخر يزعل. كانوا ضيوف مصر من بره مصر كانوا بيجوا بيقضوا سهرات جميله في الممشى ما بين بقى النايطات والبتاع. طب بقول لك ايه؟ انت رحت فين بره القاهره؟ العين السخنه واسكندريه. انهي الافضل، اسكندريه ولا العين السخنه؟ وليه من وجهه نظرك يعني؟ اسكندريه طريق عشان العين العين كانت السخنة؟ سخنه قوي. متعه. دي يعني ده كله صح يعني. لا يبقى ليها طريقه متعه. رقميه. لكن كبلد اسكندريه طبعا. اسكندريه. طب بقول لك ايه؟ عايزين نتكلم على احنا الناس شافت اليومين اللي احنا قعدناهم في اسكندريه بس ما يعرفوش الكواليس اللي احنا عملناها. يعني انت كراجل رحت اسكندريه، اول ما انزل اسكندريه هو ممكن اسال سؤال انا حاسس ان الموضوع كله رايح بينك وبين المخرج المنظر. احنا ايه دورنا؟ اقعد كل في شرب بس بالله. كمل يا أستاذ. كمل. يعني لو انا مثلا جيت دلوقتي طلعت على اسكندريه اول حاجه اعملها اخش على القلاع. ايوه صح. يا ابن اللعيبه الواد ده بلبس القلاع مش القلاح. لا عشان حد بيوعد بشوف القلاح. جامد جدا. لا من تعبير ذات. طب حلو. البان يا ابني احنا معاك والله. احنا اللي طالعين. هو هياخد رايي. احكي لك على حاجه. مين اللي ماسك الكادر؟ الليله اللي ماسك الكادر. هو ماشي في ايه بس؟ شاركنا انتشار بس يعني مين اللي ماسك الكادر دلوقتي؟ دخلنا في الليله. ادخلك الليله؟ ماشي. طب قوم اقعد فوق التليفون. نبدا حاجه. هو كان في القلاع فعلا. ابان سوسو. بس طب حلو يعني احنا بص اقول لك على حاجه. هنا اللي يقول انا هعمل ليه ايه في ألف اليوم وانت تقول هتعمل ايه في اليوم وهو في اليوم. ماشي. ماشي. انت رحت عند القلاع بس سريع في الانجاز. اسمه ايه الراجل اللي احنا رحنا كنا من عنده البتاعه دي؟ اللي انت قلت عليها بتاعت الارجنتيني. ميكس الارجنتيني ده اسمه ماسكا تقريبا. اسمه ارجنتيني دي بقى ايه؟ تمام. كان يومك كل واحد هيجي اليوم. بص انا هقول لك بس مش بالترتيب عشان مش مجمع قوي يعني انا ماكل لوحده. الشيخ وفيق ارجنتيني ده القلاع. رايحين عشان ناكل بس. امال اسكندريه بتروح ليه؟ خلاص ده يعني ده يومك؟ ولا وقعده البحر اللي هي في الحته اللي قعدنا فيها اسمها ايه دي؟ الروقان اللي فيها ابن قعدنا فين بالليل يوم؟ هيجي اما يجي يومه هيجي. طب قول يومك يا عم. طيب يومي اول حاجه طبعا بصراحه انا اكتر حاجه فاكرها لغايه دلوقتي واحلى حاجه يعتبر في اليومين لما فضلنا رايحين طريق وراجعين هو في نفس الطريق اللي هو نفسنا نطلع بس من القاهره
وقعدنا نجيب كانت شبوره. السفندي، طب تعمل ايه؟ قعدنا نجيب السفندي والعجله باظت. انا بقصد على و- شارع هنا لما كنا قاعدين هنا في الوراق لا قبل ما نطلع اساسا، والعربيه نفسنا نطلع من الوراق بجد. يعني نداء لكل اهل الوراق الكرام، لو حد طالع اسكندريه يسافر من اي مكان غير الوراق. تمام، ده اول حاجه. انا عايز اعرف يومك في اسكندريه. انت عندك رايك في العالم؟ سافرنا، لما سافرنا بصراحه الجامع اللي احنا صلينا فيه كان كويس جدا. لا اله الا الله. تمام. اه وبرضه كان شفت لسه الناس الظاهر عندنا. شفت الناس الباكستانيين دولت اللي كانوا قاعدين هناك. انا كنت فاكر ان انا واحد منهم. والله حبينا ندخل الحمام. كنت طالع ابواب بالجسم ده وباكستاني. مفيش جلبات على مقاسه. لا بجد حبينا ندخل الحمام لقينا ايه 20 واحد واقفين طابور وبيدخلوا من هناك جوه ما اعرفش ازاي. المهم يعني برضه رحنا البان سويسرا، كان جامد جدا بصراحه، اول مره اجربه بس انتوا نصحتوني بيه. تمام، طريق كيف تاكل الفشار. تمام، ده البان سويسرا. برضه شيخ وفيق، ده رز بلبن بقى وكسكسي وحاجات على فكره بلبن جامد برضه، وبلبن برضه بس هو الشيخ وفيق عشان بلبن واحد حلو. بس فانت بتروح له. الشيخ برضه الشيخ وفيق اكيد. الشيخ وفيق افضل. وفين؟ الشيخ وفيق اجمل. وفي برضه هو أجمل، لما رحنا بس ناكل حاجات بديله شامية ولا بتاعت لا؟ السوري برضه احنا رحنا فين في الشاميه ده كان اسمه ايه؟ مش فاكر، بس هو حاجه من ابن بنت الشام. بيت الجام حاجه كده. لا اللي على لا، السيد دمشق. الوليد. بيت حاجه دمشق. عروس دمشق. عروس دي. ايوه، الناس خدت من الوليد. بس ما حدش ينصح اصلا، ما ننصحش ان حد يروح هناك. ليه؟ الاكل مش قوي يعني. ما انت أوكي. بتقول عليه. لا، انا قصدي يوم يعني اللي احنا عملناه يعني. انا مش عايز حضرتك طبعا عايزك اللي طبعا عجبك طبعا هناك. طبعا القلاع بيتزا تحفة. تاني؟ تحفه اه. تحفه، ما انا كنت معاك نفسي اليوم. تمام، وقعدنا على البحر. احنا ما قاعدين الكاميرا معاك انت ليه؟ عشان انا صورنا على البحر. لا لا، يلا بقى دورك بقى، يومك جه. مش هتكلم من الفشار. يلا لا انجز يلا عشان الناس. يومك جه. هات شويه دول يلا. هات شويه دول. والله ده مش فيديو يا جدعان. طب انت عايز يومك قوم يا اسلام قوم يومك بالله عليك. الصلاة على النبي. طبعا النبي انت داخل تذبح. يلا يابا بقول لك ايه اخوك عقبه هيتكلم عن اليوم بتاعك. خد حبه. انت اللي خد حبه. طب هات خلاص. خد ايه يا اسطى في ايه؟ خد حبه. هو بترول؟ خد حبه ده فشار. بس خلاص. قول بقى يومك، قول يومك. هقول لك انا. يا عم قول. اروح بمواصلات ولا انا احب اروح بقطر؟ لا انت بالنسبه لك يعني قول ايه؟ احنا اتكلمنا برضه يعتبر عن نفس الاماكن يعتبر. فايه اللي انت حبيته هناك؟ هقول لك انا. قعد انا لو هروح يعني اول لما اروح الصبح بصراحه اروح بقى عند عم زغلول. ماشي، ما رحناش بس هنروح المره اه الجايه. فول زغلول قال لي عليه بس انا ما لحقتش. الطعميه قعدة بتاعته. بس هناكل هنجيب وناكل على البحر. لا ناكل عم هناك؟ ماشي، بس قعدة البحر تحفه. اللي هو بيديك ترفيس انت كده. مش خلصت يومك كده؟ قعدة البحر طبعا. بنتكلم مع بعضينا. وبعد انا مش كده هتكلم معاك. اخرج وبعد كده اروح القلعه. اه القلعه الصبح تبقى غير بالليل كتير. اللي هي فيها المراكب اللي احنا رحناها بالليل دي. ايوه وبتركب مركبه وفيها السمك بقى بيقعد يطير كده اهو في البحر. اه ماشي. وبعدين طب احنا واقفين في القلعه دي. يومك تابع تاريخنا برضه. هيخلص طيب وانت مع بعضين وانا يوم يعني. ساعتين لا قول. وبعد كده اروح اسمها ايه دي؟ تسلم على الفشار يا اسطى. البنت سويسرا طبعا. طبعا. ده لازم. لاعب. وبعد كده تروح تتصور بقى كده وتتظبط على الكورنيش. وبعد كده تروح تنام ساعتين عشان هتبقى تعبان. ونصحى بالليل بعد ما نحضر تطلع ساعتين للعشاء. 9 عشان تلاقي صلاة الظهر طبيعي. وبالليل بقى ايه اعمل ايه بقى؟ اروح اتصور بقى على كوبستان. ماشي. ونختمها بالفلاح. وجلاتي عزة. حلو. لا مش عزة بقى الشيخ مكة. وفيق ده. الشيخ الشيخ وفيق. وفيق اصل هي ما ينفعش. اللي هو كسكسي باللبن ده بالمكسرات يا على جدعان فكرة يا لهوي. في واحد بتاع سمك هناك اسمه دنبل يا جماعة الراجل ده جامد. يا اسطى انت كده هتفرتك ال 200 جنيه اللي مسافرين بيها. وانا هتصرف في 50 جنيه تاني. كده ظابط كده انت جايب سهره. لا خلاص عشان انا بعمل ريجيم. الدكتور هات عمبوسات. اديله حبة صغيرين. هات انت مش عايزه. وهات الميه دي وانت جاي. بقول لك ايه ادي للمخرج بتاعنا عشان ما يزعلش مننا. هات عشان انا بص بظبط انا الكادر. انا هقول لك على حاجه. انا بالنسبه لي الموضوع سهل وسريع اهو. انا بالنسبه لي يا باشا انت هتصحى الصبح هتروح على اول ما اروح البان سويسرا عشان نبقى مفوقين كده. ماشي. اخلص البان سويسرا اجيب من عند مكه اللي هو بتاع الارجنتين. اه بعد مكة
لما اريح بالليل اكل القلاع بالليل، وبعد كده احلي بالشيخ وفيه. انا دول الاربعه اللي انا هعملهم في اليوم. لو انا يوم واحد صد رد بصراحه ما ينفعش اسكندريه بصراحه يوم واحد. بس انا بكلمك ايه، انا رايح يوم وعندي شغل الصبح. انا معاك في النقطه دي. ما انت ممكن تاخد تاني يوم اجازه. لا الكلام ده يعني بص نعمله فين في الجنه وبعد ما نخلص ان شاء الله يعني بإذن عشان الله. افهمك الموضوع ده رايح فين. طيب طب يعني ده في اسكندريه. هنا بيه احكي لنا انت عملت ايه في اسمها ايه دي؟ في العين السخنه. ما هو يا ابني قال لك خد منه شويه. انت تعليمك اجنبي ولا انت دنيتك؟ الحاجه المتعمله يا استاذ هنري عملت ايه في العين السخنه؟ في العين السخنه انا رحت بورتو السخنه. حلو. كان معايا مستر اسكندر الهولندي، ماشي. نص هولندي نص سوري، نص سوري إيه، نص هولندي نص سوري. تعال. واداني شوكولاته من الارجنتين كان طعمها وحش جدا، من وحش الأرجنتين؟ جدا، من عند ميسي؟ من عند الليو. بس اسكندر بيسافر كتير. اه وصلته بورتو، وكان المفروض ايه هرجع واجي اخده تاني يوم. اه انا بقى رحت ايه بايت هناك. بقيت هناك ورحت سبت العربيه جوه البورتو ونزلت، فضلت ماشي على البحر لحد ما كنت قربت اوصل الغردقه. سرحت بقى انا غريب بتتكلم في مواضيع. ورحت لافف راجع. لحظه بس معلش انا اقف. عارف انت هتقف فين بس معلش انا عارف ايه؟ بيتكلموا في مواضيع حضرتك. انت بتحكي ايه؟ طه حسين معانا دكتور طه حسين. ما اسمعش صوتك لو سمحت. انت تعرف على فكره ان الفشار مفيد جدا بالصحه؟ خليك في حالك. طب اقول لك، عارف اول فايده فيه ايه؟ ممكن ما نتكلمش مع بعض؟ ليه الفشار لونه ابيض؟ طب معلش انا اسف يعني بدون ما هو بيشجع الرد مش هينفع بجد. معلش والله لا. ليه الفشار لونه ابيض؟ قول يا بيشجع قول يا. عشان ما كانش احمر. لا. عشان ما كانش اصفر. عشان هخبطك بدي في وشك. والله العظيم دي الاجابه اللي انا كنت هقولها. عشان ايه؟ ان قلب ابيض. اصل هو بيبقى من بره لون اصفر وصغير كده، بعد كده بيطلع اللي في قلبه. الله عليك. سقفوا له. لا تسقفوا لي يا الفشار ده. مع الابيض زيه. والله. كمل يا استاذ انا اسف. اصل كمل. انا بقى ثواني بس، انا هقول انا قلت كده ليه. قول. اصل انا والفشار ده نفس نشبه لبعض، اه. حتى مقلوزين كده اتجوزوا مع بعض وانا ابيض. من جواك ابيض؟ باين في الكاميرا. دي حنه. باين. كمل. كمل. بس ورجعت كلت من هناك بقى استا كريب، بس مش فاكر من عند مين. كلت كريب كان جامد قوي. فعلا؟ المهم يا اسطى اليوم ده العين السخنه نورت. يا اسطى عشان طب أقول لكم- استاذ احمد هنري كان طب برضه انا اتكلمت في النقطه ديت وانتوا عديتوها كده. ليه الفشار؟ تعرف ان الفشار مفيد جدا بالصحه؟ عارف ليه؟ قول ليه؟ والله العظيم يا ابني انا راجل عجوز ومش حمل اللي انت طب بتعمله. اقول لك، قال لي تعرف فوائد الفشار؟ يا عم مش عايز اعرفها يا عم. فوائد الفشار ايه؟ وانا بس انا باكل بروتين. تعرف فوائد الفشار؟ ايه؟ تعرف فوائد الفشار؟ طعمه حلو. مثلا دي فايده فعلا من الفوائد. المتعه. ما فيهوش بس. هنري ما- رجعنا من مصر بالله عليك عشان استنى انا كده خلاص. بنت الجزمه. برضه فعلا قال لك قلت ايه؟ ما فيهوش بس. بالظبط مفيش بس. عارف ثالث حاجه كمان ايه؟ بتحط له ملح. لا هو لا سؤال واحد بما انك في بيتك يعني لو انا قلبت الترابيزتين دول انت بالنسبه لك عادي صح؟ هو قلبها كده كده. لا بجد والله. برضه من ضمن فوائد الفشار طب انت قاعد. ما تيجي نتكلم بجد. انت قاعد زهقان. سؤال واحد بس. سؤال واحد كمان. اتفضل. عمروس انت رافض فكره الجواز ليه؟ ده سؤال مهم. ده الناس عايزه تعرف. والله السؤال يبقى افضل لو واحد يبقى معدي 60 سنه ولغايه دلوقتي. هقول لك على حاجه. طب استنى ارجع. طب استنى اجاوب وتجاوب. ماشي، ما هو كله هيجاوب. هو طب هو سالك انت اللي سالت السؤال يا اسلام. هتبدا بمين؟ قول يا حبيبتي. انت قول. انت هتقول الاول بعدين انا اقول بعدك. انت هو الراجل هو اللي بيسال. احنا مالناش علاقه. اللي طرح السؤال هو طب اللي احنا ان انت هتقول بعد. يعني والله يا عم لا. يعني انا عارف ان ابو وهاب مش رافض زيك كده، بس انت قول لنا ليه؟ انت يعني انت بس الفكره في اسباب نفسها يعني. بالظبط. لا بجد على فكره من غير هزار. اول حاجه انت داخل تتجوز صح؟ الوحيد اللي فينا اللي خلاص قربت على المهمه دي. ما تحسسنيش بالذنب. لا انت حاسس ماشي اللي بعده. بالظبط. الوحيد اللي هو داخل قرب على الفكره ما دي. تتكلمش ده عشان اخوك اسلام فينا قاش زنقه وهتك دعك. لا انا قاش ايه ده، هو اصلا يعني فاضل له تكه وهيبقى زيي رافض الموضوع. ماشي؟ ما هو احنا عايزين نعرف الاسباب. ما انا بس ده انا بيسال السؤال نفسه مش مقتنع اصلا بيه. يا عم دي اول حاجه. ماشي مالناش علاقه بيه. هو هيقول اسبابه وانت حضرتك ايه؟ يعني هي اذا اجابه عامه على الكل. اللي هي اللي هي ايه بقى؟ دلوقتي في ناس مش عارفين يبقى انت هتقول كل كلمه في جمله.
والله في كام قناه واحنا نحط نقط ولا نعمل ايه؟ أنا مش فاهم. لسه اتكلم اخلص. مبدئيا في اصلا الناس دلوقتي ما بقتش عارفه تستحمل اي حاجه، فما بقوش قد مسؤوليه نفسهم اللي هو كفلوس يعني؟ ككل حاجه. ماشي يعني الواحد نفسه ان هو يشيل مسؤوليه نفسه اصلا. مشكلتك ايه مع الحب من الاخر طب كده؟ ايه يعني؟ هو انت فاكر الجواز كده؟ ما هتجوز احنا دلوقتي طب استنى انا هسألك السؤال بتاع اسلام بس طب ما انا استنى بس. طب ممكن اسلام بيقول لك انت أنا مش ليه هقعد عبوسي أسمع. من ساعه ما شفناك؟ استنى بس. انت مفيش واحده بتكلمها ممكن اجاوب. ولا انت السؤال؟ سالت سؤال في واحده سالت اقدر اجاوب ولا ما اجاوبش؟ عفيس بس هي ده اللي انا شفناه. خلاص قول يا اسطى. طب هقول لك على حاجه، مش سيبه يتكلم خالص بس بسرعه عشان بس ما انا بدام انتوا عيبكم قاعدين تسالوني مليون سؤال في نفس حتى الوقت. اتكلم. لا سيبه بقى، سيبه قول يا انا دلوقتي قلت الفكره الاساسيه كلها باختصار. مفيش حد قادر يشيل حد معاه. لا انا بقول اصلا الواحد مش قد مسؤوليه نفسه حلو علشان يبقى قد مسؤوليه بيت. حلو. طيب ده بس كده. مفيش حاجه لو تانية. انت قادر تشيل مسؤوليه نفسك لا لما يبقى بقى انا بسال انت افرض بدماغك طبعا ايه المشكله؟ ده نص الدين. حلو يعني انت مصلي العشاء اصلا؟ الحمد لله. يعني انت قصتك كلها في الماديات طبعا. مش ماديات بس، امال ايه؟ مسؤوليه حاجات كتير قوي. طيب ما المسؤوليات دي بتتجمع فيها كلها في الماديات. انا جاوبت الاجابه الاساسيه. ماشي، ما احنا عايزين نعرف تفاصيل، ما كل واحد هيقول تفاصيل. ما انا بقول لك ده طب ما ده هو مشكلته في الماديات بس. ماشي اتفضل انت ولا انا ايه انت؟ ايه السؤال؟ طيب انت اللي بتسال. انت ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي مع انك انت 32 سنه باين؟ ماشي انا ما اتجوزتش، لا مش عشان حاجه والله، عشان خاطر انا كان عندي مشكله في الجيش بتاع اخويا. يعني اخويا كان مسافر بره فانا ما كنتش واخد ورقه الجيش عشان اخش. الناس هي اللي عايزه تشوف. ماشي، ما انا بتكلم مع ناس. ماشي. ما تخليك في حالك، ما تقعد تاكل يا ابني انت مش عارف انا وجع انت ايه اللي مطلعك معانا اصلا؟ خلاص مش راضي والله. احنا هنسكت عشان خاطر انت عملت لنا الشغل بس. فاخويا كان عامل يعني مأخرني، فدخلت بعد ما اتخرجت متأخر بسنتين وثلاثة، فعشان اكون بقى الدنيا فحصلت كورونا وابويا كان معاش وحوارات كده لطيفه، فانا اتأخرت عشان حاجه. بس انا عايز اتجوز من 10 سنين عادي، ايه المشكله؟ مفيش حاجه، بس مش هينفع تتجوز واحده الا وانت تبقى تقدر تصرف عليها بالظبط. بس لا راجل يعني من الاخر يا باشا انا عادي. وبعدين معلش انا اسف، انا طول الوقت بصاحب عادي والدنيا تمام. ان ما شفنا حد داخل علينا بعود قصب حتى ما. لا هو ده احترام ان انت مثلا ما تتكلمش يعني مثلا واحد ما تتكلمش مع مالك؟ ما تتكلمش مع حد فاهمني؟ لا طب تعالى بقى مع حدي، طب كلمني يا حدي قول لي بقى ايه اللي حصل. انت ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ انت 28 سنه دلوقتي؟ ماشي قطع عروس المادي وانت جاي. يا استاذ معاك. انت حضرتك بتعمل ايه؟ انت بتطردنا ولا انت لا معاك. هنا ليه؟ انت حضرتك نايم ولا الدنيا معانا ايه؟ هجيب له ميه. يعني عرفت ان انا عارف ان ايه ده؟ انت اقسم بالله جميل. يلا يا جدعان فاضل دقيقتين. الحمد لله نسي. اقسم بالله بقول لك ايه، مدينه نصر دي نصر بنت جزمه بس خلاص مفيش خلاف. بقول لك تحيه لاولاد مدينه نصر ولاد بلدنا. قول لي بقى انت سؤال واحد، انت اتاخرت ليه 28 ثانيه هو حمزاوي ده في مدينه نصر صح؟ يبقى مدينه نصر بنت جزمه الا حمزاوي بس. لا ده الراجل ده عجبني يا جماعه حمزاوي اللي عند الحدود الدولي يا جماعه عجبني ده عملنا حاجه مخصوص عشان انا بس ماشي. هو في ايه ما خلصت انت ماسك حبيبي. انت اتجوزت اتجوزتش انت لسه. يعني انت خطبت حلو كده، ليه مش عايز تكمل؟ انت مش عايز اكمل ايه؟ لا انا بتكلم ان انت ليه خايف؟ خليه سؤال حلو. مش خايف. لا انا مش خايف، انا الدنيا بقت صعبه. هو مش خايف، هو بيقول لك في نقاش زنقه وهاتك دعك. هيخلص النقاش هيخش بتاع الالمونيا، هيخلص بتاع الالمونيا هيخش مش عارف مين، مش هيخش النجار هيخلص النجار هيخش بتاع البلاط، بس هي الفكرة. هيخلص ده خلاص هيخش يا اسطى، ده غلط هيخلص ايه؟ ده هيخش طب ده. استنى بقى سؤال، احنا خلصنا دينا هنري الاستاذه بقى بعد اذنك. مفيش واحده تستاهلني. خد لا بس سيبك من جو الصعبانيات. الله انا ليه بكلمك؟ هو عامل لقطة. انت رافض الحوار عارف شكلا واحدا. هو ليه لا رافض يطلع في الكاميرا اصلا؟ بالظبط. تقريبا عشان حالي دقنه فمكسوف شويه. عشان لو طلعت مش هلاحق على الطلبات. لا الكلام ده الفيسبوك اللي بره. انت طالع عند ابو طارق؟ بقول لك ايه، طلبات لا الجواز. انا اللي بنتكلم بجد عشان الناس سامعه. ده لو ديليفري. انت ليه مش عايز؟ لا انا ما عنديش اجابه ليه، هو نفسيتي مش جايبه. نفسيتك مش جايبه؟ ما بعدش يا جيمي. وامي تحيه لامي مبدئيا. تحيه لامي تحيه لامي تحيه لامي. والله وقلت لها بصوت واحد كده بطلي زن يا امي.
هو سؤال واحد وقولي لستي كمان الست قول الست تبطل تزعق لي ايوه برضه عشان ست بتزعق لي. هنا ليه؟ طب انت ايه اللي مش مخليك تقيل؟ بحيي كل اللي بيقولوا والله. اقسم بالله انت تركب توك توك ده اخرك. بقول لك ايه، طب انت ليه رافض؟ يعني ايه انت لا قافل هي ليه؟ نفسيه مش مالهاش سبب معايا، بس هو نفسيتي مش حابه الموضوع. انت عايز تعيش برنس كده. ممكن خلي بالك هو بنفسي. فعلا الناس كتير كده لما تلاقي نفسها الموضوع قفل بس هي رغم ان علمك هو ملوش دعوه، بس لا بص شايف هو نفسيتي مش ان جاي. انت كده لازم يعني انت هو انت كده لازم ده مشكله بس ان انت بس عم اشرف اه افتكرت والله نسقف برضه. صحيح سقف لعم اشرف سبعية بقى ابو شروق لا بس مش تحيه العالم ايه ده؟ لما جه قال لي مش عايز تتجوز ليه، مش عايز تروح تبص على الشقه ليه وتروقها وبتاع، قلت له والله يا عم اشرف ايه مش هو عم اشرف كان جاي يقول لي اتجوز ويضغط عليا يعني. قلت له والله يا عم اشرف لا مش جاي معايا دلوقتي مش طالبه. قال لي جدع على عيش شبابك، هم اللي اتجوزوا بدري عملوا ايه؟ ده عمي اللي كان جاي يقنعني اول مصحف. فقال لي جدع يلا اتجوز عيش عيش شبابك وبعد كده اتجوز على طول. انا عايز اعرف فين بقى العيش الشباب اللي احنا عايشينها بس مش عارف. يبقى نتجوز بقى ونحترم لا نفسنا. بص هو يعني خلاص واحنا كده اتفقنا ان اسلام هو هيبقى ان شاء الله يبقى اول واحد. اول واحد هيبقى زينا. لا اول واحد يبقى زينا ايه انت؟ احنا رجاله انت عايز هيبقى حاجه ثانيه؟ مرتبط يعني. مش مرتبط. مش مرتبط؟ طب سؤال عمري مفيش مره كده مثلا وانت في الجامعه هو دلوقتي المفروض القدوه بتاعتنا استنى اللي بس معدي بس. 50 سنه. مال يعني على فكره يعني معلش انا معدي 50 سنه وما عنديش مشكله ان انا اتجوز احسن من ان انا قاعد عندي 28 سنه وما اعرفش غير كلها شباب بس. ليه بقى لا مؤاخذه يعني؟ والله انا متدين. بتخاف تطلع بره بالك؟ انا متدين. هو انا قلت لك ان انا مش عارف اقول لك ايه يعني، دي مالهاش دعوه بي. يعني اللي مالك دي مالهاش دعوه بي. امال ايه؟ انت بتتكلم عن انت بتتكلم عن الجواز ولا بتتكلم عن ان انت تبقى مالكش اي مله؟ بس لو انا خلاص هي مش بالسن انت مسلم انا جديد مش ولا يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ على فكره في ناس بتتجوز عندها 19 سنه بس طبعا مش ليه؟ وفي ناس بتتجوز عندها 40 سنه مش بالسن خالص. احنا بنناقش قضيه ولا بنحارب بعض؟ هو المجمل بتاعه هو بيقول لك انا عادي انا اتكلمت كتير وحبيت كتير ما ده غلط. واتحبيت كتير ده غلط. عكسك انت اللي ما تعرفش اي حاجه. لا مش الحمد لله ليه انت يا جدعان سنه ايه اللي غلط؟ انت طب كده خلاص يا جدعان انتوا شايفين صح وانا شايف انا صح. ما احنا مش مهم رايك. يعني انت عامل ازاي؟ يعني انا مثلا قبل خطيبتي دي ما كنتش اعرف اي حد خالص ولا مثلا غير الموضوع. قابلت واحده غير خالص الموضوع. لا هو ما عملش خالص فعلا. نغير الموضوع؟ ايوه احنا بنتكلم بس عملت ايه؟ نغير الموضوع. بس بقول لك ايه يعني هو الراجل احنا بنتكلم ان انت لما تلاقي حد طالما الموضوع بقى فيه كذب يبقى نغير الموضوع. ليه في كده؟ كذب بالنسبه للاسلام ولا بالنسبه لمين؟ عشان مش عايزين نبوظ الموضوع. نغير الموضوع. هنا دي الحوار خلص. نغير الموضوع. انا عندي سؤال. ايوه عشان احنا بتسرح. بقول لك ايه احنا مش عايزين نطول بقى النهارده عشان بصراحه الناس زهقت واحنا عندنا شغل الصبح واسلام عايز يكلم خطيبته الصراحه عشان هو بيحبها جدا. فتحيه لاسلام وخطيبته يا جماعه. تحيه للحاجه ام العيال. لا عيب قوي يعني. بس فاحنا حد عايز يقول اي حاجه؟ بس الحلقه النهارده كانت عليا. انا عايز اقول حاجه. ليه يا اسطى؟ انا عايز اقول حاجه. ايه؟ اقفل يعني. هنا يبقى الاسلام قبل ما نقفل قبل ما نقول باي قول مدينه نصر بنت جزمه بس ما عدا حمزاوي. ما عدا حمزاوي. يلا يا على جماعه فكره شوفوا المره الجايه. بابليك من حمزاوي. مين؟ لا على فكره حمزاوي الساندوتش بتاعه جامد. مين اللي انت قلت عليه؟ بتفرج ده انت دلوقتي بابليك والله عربيت على الباب بره. ايه بابليك؟ انا مروح عندي شغل الصبح هيخليها يوم الخميس. انا هاجي لك هنناقش ده بعدين. سلام عليكم. يلا جود باي. أنا سلام. ما قلتش باي. حضرتك ايدك مقطوعه؟ لسه ما قلتش باي. إيه؟ الدفن اللي في النص ما قالش باي. كده قول باي. قول باي. بعدين. تعال عليا شويه. انا مش عارف امسك الناحيه الثانيه. انا هخرب كده اضربك بس يلا يا سلام. ونبقى قلب باي اهو يلا. ثانيه واحده ايه؟ قلبك. فاضل دقيقه وتبقى 35. يا حاجة. كملوها 35. استنى بس انت واقف في المطار يعني انت بتلم كارت في المطار عشان يعني ايه فاضل دقيقه 5 يعني لو قفلت 34 مش هنصلي العشاء. ثواني طيب ثواني. قول خبر في دقيقه. ثواني بس. اتفضل. دورك ايه كان في انت بتحبني ولا انت بص دورك كان ايه في افتتاحيه العالم؟ تحت العالم ايه في المدرسه؟ اقسم بالله العبيط اللي بيقف اخر الصف. وانت؟ انا كنت اول الصف. انا كنت بضحك. بس ده يا جماعه معلش مع احترامي هنا دي هو اللي كان بيرفع العلم. هو اللي كان ماسك الحلقه. انا ما كنتش بروح اصلا. انا بدي نصيحه بقول لك ايه المره الجايه عايزين ندي نصيحه في المدرسه. يا بس انا عرفت هعمل ايه. انا عارف دوري في العالم. انا كنت ببقى الواد اللي هو في محل البلاي ستيشن الصبح ده.
اللي بيبقى هربان. كان 35. ولا كده بقى في ناس فاضل 20 بتتابع ثانية. الحوارات. غيرت الدوحه. نباي في 20 سنه. انت بقول لك انت ايه؟ طفل انت يعني. قبل ما نيجي نقعد القعده دي قالوا لك احنا طالعين رحله. نباي انت حد 10 ثواني. 10 باي. يلا يا كريسماس. 5. يلا يا جماعه سلام. بقول لك هنا سلام، مدينه سلام، نصر بسرعه سلام. مدينه نصر. بنت جزمة. يلا سلام. سلام.